أمير قطر ينقلب على أنفانتينو بعد تزوير بيان الفيفا، ويصدر قرارا ينتصر فيه للجزائر ويكشف البيان الحقيقي. السلام عليكم. أمير قطر الشيخ تميم ينقلب على أنفانتينو بعد تزوير بيان الفيفا، ويؤكد: لدينا الدليل الأصلي، ويأمر ناصر الخليفي بالتحرك فورا من أجل تأهل الجزائر رسميا والذهاب للمحكمة الرياضية. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ عطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كشفت قناة البين سبورت القطرية الناطقة بالفرنسية بأن هناك تحركات قطرية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بشأن تزوير بيان الفيفا الذي أصدره رئيس لجنة التحكيم في الفيفا كولينا، والذي استقال مؤخرا بسبب تزوير أنفانتينو وقراره بشأن إدانة الحكم بكاري جسامة في 3 قرارات متعمدة، ومنها الهدف الأول للمنتخب الكاميروني وعدم احتساب ركلتي جزاء لصالح الجزائر. ولم يلب نداء حكام الفار الألمان، مما أثر على تأهل الجزائر بشكل مباشر. فقد أكد المصدر أن أمير قطر مستاء جدا من رئيس الفيفا أنفانتينو، وأمر ناصر الخليفي بالتحرك فورا والذهاب إلى المحكمة الرياضية ومعه بيان كولينا الأصلي، وتشكيل لجنة قانونية على أعلى مستوى تدافع عن حق الجزائر في هذه القضية، لأنها أصبحت قضية رأي عام عالمي. وأكد المصدر أيضا أن شهادة كولينا مع حكام الفار الألمان ستقلب كيان الفيفا رأسا على عقب، وستشهد الفيفا تغييرا جذريا بسبب هذه القضية، وأن موقف أنفانتينو حرج جدا في هذا الملف. وأكد المصدر أن ناصر الخليفي يجهز مفاجأة كبرى ستطيح بالكاميرون وستؤهل الجزائر إلى كأس العالم، وستطيح أيضا بأنفانتينو من رئاسة الفيفا. وأكد المصدر أن قطر هي أكبر خطر يواجه أنفانتينو في هذه الفيفا، وستنتصر من أجل تأهل الجزائر. وفي النهاية، لو أنت محب لتأهل المنتخب الجزائري إلى كأس العالم، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.